صباح الفل. انا متحمسه جدا، انتوا مش متخيلين ازاي، علشان النهارده انا رايحه انا ومامتي حبيبتي نعمل الفستان اللي هحضر بيه فرح اختي. ثانيه بقى، بصوا يا جماعه، انا جيت هنا مصر بدري عن ميعادي شويه علشان حصل لي ظروف، بس انا كنت ناويه اوريدي انزل يوم 1/7 علشان الفرح هيبقى يوم 7/7. هو الفرح مش كبير قوي، هو هيبقى شبه كاتب كتاب بس. انا مش عايزه حد يكسبكت فستان واو، بس عليا انا حاسه ان هو هيبقى واو. معلش انا اسفه. في بنت اسمها سماح فتحي، شيز كونتنت كريتور وعندها بزنس، فهي من زمان لما اتعرفنا على بعض وبعتت لي كام حاجه حسيت ان ده الشخص اللي انا عايزه اكمل معاه بقيه حياتي في اللبس. هي عملت لي فستانين رحت بيهم قبل كده افراح صحابي وكانوا حلوين قوي، وعملت لي كارديجان، عملت لي سيتس، عملت لي فستان، رحت بيه ايفنت الكوزموبوليتان مره. فهي بصراحه الديزاين بتاعتها حلوه قوي وانا بحبها، وفي نفس الوقت هي بلس سايز، بتشتغل على بلس سايز، وفي نفس الوقت ساعات بتشتغل على حاجات كاستمايز. وانا فاكره كويس جدا ان هي عملت حاجه لامينه راحت بيها فرح ابراهيم بتاع دبي بليك. المهم الفستان هيبقى لونه ايه؟ هيبقى لونه شامبين. هو سيمبل بس هيبقى اوت اوف ماي كومفورت زون شويه، علشان بس بتاع ماما هو اللي مش هيبقى سيمبل، هو هيبقى سيمبل عليها، بس انا متحمسه لبتاع ماما اكتر ما هو متحمسه لبتاعي، علشان بتاع ماما هيبقى فيه بقى شغل وحركات وبتاع. فكل اللي عليا ان انا اقوله دلوقتي قبل ما نروح نشوف الديزاين، لان انا الديزاين في دماغي وانا شفتها هي عملت ديزاين شبهه قبل كده فانا عاجبني، بس انا هخليه كاستمايزد عليا شويه، لان انا بحب قوي ان انا البس اللي هو الميرميد دريسز. في نفس الوقت انا عايزه اطوله شويه واقفله، لان الفستان اللي هي كانت عاملاه اللي انا شفته حلو وما كانش مقفول من ورا وكان قصير. وهنعمل زي شويه حركات في الايد. ستي تون. دلوقتي انا ما فطرتش، فمش عارفه بقى غالبا هنفطر بره ولا لا، وانا ساكنه في تجمع وهي المكان في الشيخ زايد، فالمفروض ان انا تقريبا ابتدي انزل دلوقتي الساعه 12. يلا بينا. انا لبست الصراحه وجهزت. بصوا يا جماعه، هو انا حاسه ان انا مش هلحق اجيب اكل من بره فطار. يا اختي توميه جه، ازيك يا تيتا، عامل ايه؟ عايز تاكل معايا؟ ماما نزلت اصلا سبقتني على العربيه، معرفش ليه، دايما الست دي مستعجله جدا. فانا هاخد معايا الجرين كولا دي وهعمل لي كده ساندوتش. غالبا ماما فطرت لان هي بتصحى بدري قوي مع ان انا صاحيه بدري النهارده. وهعمل ساندوتش. امبارح كنت فريشوز في المعادي فجبت عيش اللي هو اسمه تقريبا شيباتا حاجه كده يعني. هعمل ايه بقى؟ ممكن اعمل لانشون. في لانشون ماما جابت لانشون، وهحط عليه شويه تشيري توميتوز وخس لو في اخر قطعه ماشي هحط عليهم وبس كده. اهو يا جماعه ده العيش، هفتحه من النص فهو ناشف سيكا اهو، هفتحه من النصف. بصوا عامل ازاي تحفه. نحط بس شويه مايونيز، هنحط الخصوصه. طب اللانشون بتاعنا، انا بحب اللانشون الفراخ، نحط هنا 2، وهنا ممكن برضو نحط 2 كده، وهنقطع الشيري توميتوز. بس الشيري توميتوز هنا نقفلهم على بعض، ولا مش هنتوستت. اوبس يا لهوي، الساندوتش ده هيبقى ماتشين قوي بس. وده كده ساندوتش جاهز. اما نعمل تيست. جامد. وبعدين تقولي عليا ان انا متاخره، بعدين تقعدي تقولي عليا ان انا متاخره. نحن اخيرا وصلنا الحمد لله. اخدنا لنا حبه في الطريق ماشي الحمد لله. جبت ده، كنت هموت من غيره. كنت عايزه اقول حاجه، ان انا اصلا اول مره اشوف سماح على الحقيقه، يعني انتوا مدركين ان انا اول مره اشوف سماح. تعالي بس سلمي عليا، سلمي عليا وعلى الاودينس، عشان اول مره اشوف سماح النهارده. كنا دايما بنتكلم على البتاع. هي دي جمالها، تعملي الفستان وبتعملي كل الفساتين. مش انا لا هي دي، هي صاحبه الجولدن هاند. اوه I think ده نفس الجولدن ده نفسه. I think هيبقى كده. انا بحب كده. نفس الموضوع اللي ضاعت عندنا. انا اصلا عايزه اقول
ان انا ناسياها مع اوف. اهو عليها هي كمان ايه ده كده. ما تقلقيش ما تقلقيش. عايزه ايه لا براحتك ما تقلقيش. هنمنتج. اه انت وطنط شبه بعض. انت ايه ده؟ اساسك انت وطنط. انا عارفه انك عارفه الفستان. انا لسه جديد ده اللي قلته مثلا من يومين لسماح ان هو انا ببص على الستوريز كده لقيت ولا طب هو انا ليه ما خدتش فستان ده اللي انا عايزاه. بس حسيت ان الشال كده قصير ومش عارفه ايه بتاع كده. فقلت خلاص انا هظبطه بقى على مقاسي. هنطول بس شويه. هنطول شويه وهنعمله ميرميد. بقول لك بصي انا عايزاه يبقى شبه ده بس هو ما يبقاش الوسع ده فاهمه؟ ماشي. يبقى سيمبل اكتر من كده. ماشي. بس انا عايزه نازل يبقى ده شوية. الاند ريزلت شويه بتاعه. يعني يبقى ميرميد فاهمه؟ يجسم شويه الجسم بس يبقى من تحت واسع. يبقى من تحت من اول من هنا اول الركبه يبقى واسع تعرفي بالظبط. هو كده زي كده كده مروحة. الصراحه فمفيش فرهده الحمد لله. ودي مروحه بس مش من اول الكوع كوع. بس. ماسكه هنا شويه ومن هنا واسعة. بالظبط. يعني انا عايزه طب هو اصلا مش صعب يعني هو مش الدنيا. ايوه صح. الدنيا سهله. ما انا قلت هي قالت لي بس خلي بالك هو قصير وببص لقيت فيه زي فتحه صغيره من ورا فقلت خلاص اقفليها لان كده كده هتعملي ميرميد وخلاص. انت اللي بتعملي بيطلع ايه؟ ايه؟ بيطلع ايه؟ انا عايزه اجهز. تعالي تقيسي ليه؟ انا كمان عايزه اخد مقاسات. عايزه تاخدي ايه؟ ليه عايزه بقى؟ انا تجربي؟ عملت لي فستان على فكره. وريني. على فكره صحيح قيسي. ايه ده اللون جامد. انا عايزه اقول لك حتى اصلا يعني طالع هو حلو بس ظبط عليا وسماح عندها كتف عريضه. مش اه. انا شويه لفوق هي نازله فيكا مش عارفه كنا لسه قاعدين بنقول عايزين نظبطها. وريتهولها خلاص بصي هو هيبقى ايه ده وانا ما وريتهولكيش. بس انا هوريكي الديزاين اللي قبل. لا هوريها هي ايه بتعملي عادي. اقلع بصي كده كده هي بتوصل لحد تحت. بس مش مهم يعني كده كده هتبقى حاجه كده او ممكن ثلاثة اصلا مثلا او مش كده بس تبقى دبابه. بس الفكره ان انا عايزه يعني عايزاها تبان يعني هيبقى شبه ده فاهمه في نص بس هو هخليه طويل ومرميد. مش هيبقى الوسع ده هيبقى مرميد كم واسع كده والكم واسع بس من اول الكوع. حلو تحفه. ممكن توريني ايه ده حلو قوي. حلو قوي راحه فين؟ عندي فرق. اوكي طب بصي هو ممكن توريني القماشه دي بالظبط دي؟ ايوه هي دي. ايه ده باين ان ده في البتاع اغمق شويه. هو بس في ماشي. الصور الاضاءه لا خلاص هو كمان عشان عايزه اقول لك ان هو تحتيه فستان. لا بس ما احنا انا وهو ده بنحب حلو. ده. ده حلو ماشي. وده تحفه بصراحه. انا بقى خلصت انا كده؟ خلاص هعمل لك بجد هتبتدي؟ باترون. احنا خلاص استقرينا على لون القماش ده شامبين غامق تمام. بس انا سو اكسايتد. طيب احنا خدنا دلوقتي القياسات ومشينا عشان الصراحه يعني مش هينفع تبقى اكتر من كام ساعه. فهنيجي بكره الصبح بدري قوي يعني على الساعه مثلا 8:30 ولا حاجه نقيس بقى. ويا لهوي الموبايل واقع. صباح الخير ماما مصحه يعني بضرب الجزم. كان المفروض ننزل من ساعه بس طبعا يعني يا بليزي. فاحنا دلوقتي رايحين. ازيك يا عم جمال؟ بصراحه ما فيش حد صحيح غير انا وعم جمال. احنا رايحين دلوقتي المفروض بقى نستلم الفستان يعني خلاص هنقيس ونعمل بروفا لان امبارح قالت لي ان هي لازم هتقعد لحد بالليل. لسه صاحيه ما شربتش ما اكلتش ما عملتش اي حاجه. غالبا كده هضغط على ماما ان احنا نعدي على ستاربكس ناخد لنا حاجه لان انا
مش هقدر اسوق من التجمع للشيخ زايد. الحمد لله وصلنا. احنا كنا في النص دخلنا دخله غلط، الطريق بدل ما يبقى 50 دقيقه بقى. متحمسه جدا لان المفروض الفساتين جاهزه، بس يعني اللي هو ايه على التظبيط كده، فاهمين؟ متحمسه الصراحه لفستان ماما اكتر، لان فستان ماما فيه شغل، انا فستاني عادي ما فيهوش شغل، يعني حاسه انه عادي. مساء الفل. ده فاصل قصير جدا وهرجع لكم تاني اوريكم الفاينل ريزلت. بس انا كنت عايزه اقول حاجه. للاسف الشديد كان هينزل فيه فلوج للفرح وكده، بس حصل حاجتين. اولا انا وانا بعمل ايديتنج والحمد لله ان انا اكتشفت ده بدري، لان في فيديو للميك اب وفي فيديو للبريس اون نيلز. وانا بعمل ايديتنج للفلوج بتاع الفستان، يعني ان انا عملت الفستان فين وازاي وكده يعني، بتاع اليوتيوب. اكتشفت ان انا دوست حاجه على الكاميرا بالغلط تقريبا، فالكاميرا صورت كل حاجه سلو موشن. بجد اي هاف نو ايديا ازاي. وانا صورت وانا بصور بكاميرا مش بصور بموبايل. في نفس الوقت السلو موشن مش بيجيب صوت، فبالتالي قلت خلاص ماشي مفيش مشكله. صحيت تاني وقعدت طبعا اعيط، لان بجد الفيديو كان حلو قوي، لان الفلوج كان هيبقى على يومين وفي احداث كتير قوي كانت حصلت. بس في الاول ما كنتش مصوره اختي قوي، يعني في الاول كنت مصوره انا كنت جهزت ازاي وخدت معايا ايه والحاجات دي. تمام. تاني حاجه انا كنت حاسه ان انا لما فكرت فيها، او لما تاني يوم الصبح صحيت علشان اصور بقى بقيه اليوم والفلوج وكده بتاع الفرح نفسه، حسيت ان انا هضطر ان انا اضغط اختي قوي. واختي مش سوشيال ميديا بيرسون، هي بتطلع معايا كده عشان هي بتحبني يعني. حسيت ان انا هضطر ان انا اضغطها ان هي تبقى كاميرا ريدي 24 ساعه، وده مش هيحصل مع عروسه، بالذات لو العروسه دي مش سوشيال ميديا بيرسون. يعني انا لو انا سوشيال ميديا بيرسون انا هفهم ده، وهبقى اوريدي متعوده على ده، ان انا اوريدي لازم ابقى كاميرا ريدي، واصحابي 3/4 اوريدي من مجال السوشيال ميديا. فما كنتش حاسه ان انا قادره ان انا اضغطها، بالذات ان اصحابها برضو كانوا موجودين في الاوضه، وكانوا هم اللي بيساعدوها ومتوليين حاجات كتير وكده. طبعا متفاهمين الصحاب، وهم مش سوشيال ميديا بيرسون، طبعا كانوا براحتهم، وكانوا مثلا لابسين حاجات بقى ريفيلينج او كده، عادي قاعدين كلنا بنات لوحدنا براحتنا في الاوضه. فمش حاسه ان انا كنت هعرف ان انا اصور كل حاجه، ولا كنت هعرف ان انا اجيب لقطات صغيره، لان هي كانت متوتره واصحابها. انا لازم ارسبكت الديسيجن بتاع شخص في حياتي مش حاسس ان هو عايز يطلع على السوشيال ميديا. This is why انا ما صورتش فلوج الفرح. فكل حاجه هتشوفوها على الانستجرام كستوريز او فيديوز او كده. ممكن انا صورت زي ميني فلوج هحطه على الانستجرام والتيك توك وكده. بس ده كنت حبيت بس اقول الديسكليمر ده. فهرجع لكم بقى بالفاينل لوك، لان انا كنت هنسى ان انا اخد الكاميرا معايا. انا من كتر ما انا برضو اي واز كوت اب في المومنت، فكنت حاسه ان انا عايزه ابقى بريزنت قوي. كان في بقى حاجات بقى عياط وكده وبتاع، فما كانش عندي تقريبا الفرصه قوي ان انا اصور. فهكتفي بس بالفاينل ريزلتس السريعه. للاسف انا اسفه فعلا، يمكن ما عرفتش ان انا الفلوج بتاعي يبقى قوي او طويل او يوري ديتيلز قوي، بس علشان فعلا الموضوع كان صعب عليا ان انا ما فيش حد بيصورني، وانا كنت حاسه ان انا عايزه ابقى موجوده مع اختي اكتر، وان هي مش هينفع تبقى كاميرا ريدي، ولا اللي حوالينا كلهم هيبقوا متفاهمين ان هم يبقوا كاميرا ريدي. فمش هعرف ان انا افضل ماسكه الكاميرا وسايباها يعني بتلبس او كده وبتاع، هي هتبقى محتاجاني بس. اي هوب ان الفاينل ريزلتس او الفيديوز يعني تبقى ساتيسفاينج ليكم وبس. قولي اكشن فاينل لوك. يلا معلش تاني اخر خطوه. خلاص يلا تاني يلا ارجعي ورا. هدير انا ندمت ان انا وقفت صوري. 3 2 1 فاينل زفت. اوبا كلوزات، اوبا اديني، يلا بينا، يلا هوبا.